مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. شفاء مواطن واحد من فيروس كورونا اليوم. دعوة لتقوية العلاقة الثلاثية من أجل تحقيق نتائج جيدة في الجنوب. سيمينار حول استخدام المضادات الحشرية في ضاحية 13. مقتل 12 جنديا من قوات بوركينا فاسو في هجوم مسلح شرقي البلاد. تحطم طائرة ركاب على متنها 133 شخصا جنوبي الصين. الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة عن شفاء مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى إقليمي عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9723، شفي منهم 9620 وتوفي 103، فيما لا يزال مريض واحد يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 20 من مارس 2022. دعا فرع التعليم في الجنوب في الاجتماع الذي عقده في 17 و18 من مارس في مدينة مندفرة لتقوية العلاقة الثلاثية من أجل رفع 90% من نسبة النجاح. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول الفرع سيد هبتزقي كداني، قال إن الإنجاز المحقق في كافة مستويات التعليم هو قوة دافعة وليست تهاونية، مناشدا الدفع باللقاءات الجارية بين الآباء والفصول الدراسية. وأوضح الأستاذ هبتزقي العمل بقوة في المهام الإشرافية وتعزيز مساهمة المجتمع والحد من تضييع وقت التعليم وتشجيع اهتمام وجهود الطلاب، وكذلك تعزيز دور المعلمين. وطالب المشاركون بدورهم الجهات المعنية للعمل بجدية للحد من انتكاسة زواج القاصرات الظاهرة في مديريتي عالدخالة وميمنة، ومنح اهتمام أكبر للمدارس التي تتطلب صيانة رئيسية، واستمرار برامج تعليم الكبار بقوة. وقال المدير العام للتعليم السيد موسى حسين نايب العمل بمنح الأولوية لرياض الأطفال، مناشدا منح اهتمام أكبر لوصول المعلمات إلى مستوى القيادة. وكذا حاكم الإقليم السيد هبتاب تسفاسيون إن إدارته تعمل جاهدة بالتنسيق مع جهات متعددة لحل النواقص التعليمية في الإقليم. هذا وتوجد في الإقليم الجنوبي 568 مؤسسة تعليمية، منها 176 رياض أطفال و266 مدرسة ابتدائية و98 متوسطة و28 ثانوية. نظم في 11 من مارس بضاحية 13 بمديرية تساني بإقليم القاشبر سيمينار حول الاستخدام الجيد للمضادات الحشرية. وأوضح السيد زرع صقاي مسؤول مكتب خدمات حجر البذور والحيوانات إن المضادات الحشرية والتنظيفية التي لم تحفظ بطرق علمية تتسبب في تلوث مصادر المياه والتربة والهواء وتضر بالصحة، إضافة إلى أضرارها المباشرة، لذا يجب على المزارعين استخدام السماد الطبيعي. وذكر السيد زرع سناي المزارعين عدم استخدام المضادات الحشرية غير مضمونة المصادر والسلامة والجودة، داعيا لتعزيز دور رقابة الجهات الحكومية والاتحادات والأشخاص. من جهته قال خبير البذور السيد تخلة كداني بأنه يجب استخدام المضادات الحشرية كخيار نهائي، ولا يجب رش المبيدات الحشرية في ظل وجود بشري، ورشها بعيدا عن مصادر المياه، واستخدام أدوات السلامة. كما لا يجب استخدام معدات المبيدات الحشرية في مصالح إنسانية. من جهته أوضح خبير البذور السيد منقستاب جيلاي مشاورة المزارعين خبراء الزراعة أثناء استخدام المضادات الحشرية، وعليهم الفرز بين مضادات الآفات الزراعية وأدوية التنظيف، مناشدا التجار لعدم إدخال أدوية لم يتم التأكد من جودتها ومصادرها، وعلى المزارعين الابتعاد من مثل هذه الأدوية. وأوضح الدكتور إبراهيم سليمان خبير رقابة الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالأدوية الحيوانية إنها مثل أدوية الإنسان لا يمكن أن تباع وتوضع في أي مكان، ولا يمكن بيع لحم وألبان المواشي التي قدم لها الأدوية قبل أسبوعين، وعلى المزارعين شراء الأدوية الحيوانية من صيدلية بيطرية.
بدورهم طالب المشاركون ذاكرين أهمية السمينار لتقديم مضادات حشرية وأدوية حيوانية. أعلن المركز الوطني للخدمة الوطنية بأنه يعمل بجدية وتنسيق عال لتعزيز قدرات أعضائه الأكاديمية وتحسين مستواهم التعليمي إلى جانب المهام الوطنية التي ينجزونها. وضح مسؤول مكتب التعبئة والتوجيه للمركز النقيب برهانه تخلقرقيش إن البرنامج الذي شرع العمل في العام الدراسي 1996-1997 وتعرض لعراقيل بعدما بدأ يؤتي ثماره، استأنف نشاطه في العام الدراسي بصورة منظمة ولا زال مستمرا جيدا. وذكر النقيب برهاني بأن المعلمين الموظفين ظلوا يلعبون دورا كبيرا في إنجاح البرنامج، حيث يضم المركز في الوقت الحالي 358 طالبا في المراحل الثلاث، مشيرا إلى أن طلاب الصف 11 يقومون بتحضيرات مسبقة للمشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية القادمة. أوضح الحاصلون على فرص التعليم أنهم يتابعون دروسهم باهتمام زائد، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها المعلم. توجه منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية في 21 من مارس إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة الإفريقية المنتظمة بشرم الشيخ في الفترة من 22 وحتى 27 من مارس الجاري. ويضم المنتخب الوطني 30 عضوا بينهم 21 متسابقا. وناشد سعادة السفير زمد تخلي مفوض مفوضية الثقافة والرياضة في مراسم توديع المنتخب أعضاء البعثة للمساهمة بفعالية في كافة أنشطة السباق بروح رياضية منسقة لتحقيق نتائج عالية، وكذلك العمل بقوة للحفاظ على مكانة ومستوى إريتريا على مستوى القارة. وأكد المدربون والمتسابقون أنهم أجروا تدريبات جيدة تسهم في تحقيق نتائج مرضية وإبراز متسابقين صاعدين. علم بأن المنتخب الإريتري للدراجات الهوائية سيشارك في السباق القاري السنوي على مستوى الكبار ودون 23 عاما، وكذلك الفئة الشبابية على المستويين الفردي والمنتخب في سباقي المضمار والوقت. نظمت سمينارات حول قوانين المرور للطلاب في مديريتي أصمات وجندع بهدف رفع معارفهم القانونية ومكافحة الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية. وتم التوضيح بأن السمينارات المقدمة في الأسبوع الأول من مارس الجاري لمدراء 8 ضواحي ومساعديهم ولجان القرى في مديرية أصمات وكذا ل 1700 طالب ساهم في رفع القوانين وانخفاض الجرائم والمخالفات. وقال قائد مركز الشرطة في المديرية الملازم حسب الله محمد ومسؤول تحقيقات الجرائم عبد الله محمد فرج إن على الطلاب العمل بالتنسيق مع رجال القانون مدركين أهمية وفوائد القانون وتنشئة الآباء لأبنائهم بالقيم والثقافة السمحة. وذكر مدير أصمات السيد عثمان آدم إن ترسيخ معرفة وفهم القوانين تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجرائم والمخالفات، داعيا مدراء الضواحي ومساعديهم والشرطة الشعبية للعمل بقوة. في غضون ذلك قدم توضيح مماثل للطلاب في مديرية جندع، وأوضح فيه مسؤول مكافحة الجريمة في مركز الشرطة في المديرية إسماعيل حسين أهمية المجتمع في تحديد الحدث وتقديم المجرم أمام القانون، داعيا الآباء والمعلمين لتنشئة أبنائهم بالقيم والأخلاق الحميدة. أعرب سكان مديرية 4 أسمرة في الإقليم الأوسط مواصلة العمل الذي بدأوه لاستقرار بيئتهم وتغطيتها بالأشجار، وذلك في النفير الذي نظمه سكان مناطق المديرية في 20 من مارس استعدادا للخريف القادم. أوضح عضوة مكتب وزارة الزراعة في المديرية الشابة محرد بريهو إن السكان أنجزوا أنشطة كثيرة منظمين على مجاميع منذ 8 سنوات، حيث أنجزوا حتى الآن 40 هكتارا من المدرجات القنواتية وإعداد 13,000 حفرة لغرس الشتول، وقد نجحت 80% من تلك الشتول. وأفادت بأن أنشطة النافير التنموية نفذت في مناطق ماينبسة ومايكرورو وسليم جوبو وبيت قرقيش وانداسجن، وقد أصبحت ثقافة اجتماعية متوارثة. أوضح المشاركون في النفير والمشرفون عليه إن العمل الجاري 3 أيام في الأسبوع تساهم كل ضاحية بحوالي 130 شخصا، مناشدين المواطنين للقيام بالمتابعة الواعية وضرورة الحماية.
بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. قالت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس إن ما لا يقل عن 12 جنديا قتلوا في شرق بوركينا فاسو خلال هجوم. قال مصدر أمني لوكالة فرانس بريس إن عناصر مسلحة هاجمت وحدة عسكرية في محيط ناتيا بواني، والحصيلة المؤقتة للقتلى هي 12 جنديا. الأسبوع الماضي قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وأصيب آخرون في هجوم يعتقد أن إرهابيين شنوه على حافلة وشاحنة في منطقة تيلابيري في جنوب غربي النيجر قرب بوركينا فاسو. تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرقي الصين على متنها 133 شخصا في جنوب غربي الصين بحسب ما نقل التلفزيون العام دون إعلان حصيلة أولية للضحايا. وأفاد تلفزيون CCTV أن الطائرة من طراز بوينغ 737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي، مما تسبب بحريق جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع. وبحسب وسائل الإعلام المحلية أقلعت الطائرة في رحلة من مدينة كونمينغ جنوب غربي الصين متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر. ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس 2010، وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا. خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسبانيا تلبية لدعوات تيار اليمين المتطرف للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود. ونظمت تجمعات في المدن الكبرى بدعوة من حزب فوكس اليميني المتطرف وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياته منذ 35 عاما، ما يجعل أسرا كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها. وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد ملوحين بالأعلام الإسبانية، ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز. وفي العام الماضي ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72% في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي، كما أن الأسعار ارتفعت أكثر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات لتخفيض أسعار الطاقة والوقود في 29 من مارس الجاري. أظهرت مشاهد مصورة عميدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد جراء حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة في مقاطعة هود بولاية تكساس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين أن طواقم الإطفاء الأمريكية أحرزت تقدما في مكافحة حرائق الغابات في الولاية. وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب شريف كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلا وجزءا كبيرا من بلدة كاريون الصغيرة في تكساس حسب ما ذكرت صحف محلية. وذكر المتحدث باسم خدمة إطفاء تكساس أنه تم احتواء حوالي 25% من الحريق. وأوضحت الوكالة أن الحرائق التهمت حوالي 330 كيلومترا مربعا، بما في ذلك نحو 185 كيلومترا مربعا في مجمع إيستلاند. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. شفاء مواطن واحد من فيروس كورونا اليوم. دعوة لتقوية العلاقة الثلاثية من أجل تحقيق نتائج جيدة في المنطقة الجنوبية. سيمينار حول استخدام المضادات الحشرية في ضاحية 13 في مديرية تساني. مقتل 12 جنديا من قوات بوركينا فاسو في هجوم مسلح شرقي البلاد. تحطم طائرة ركاب على متنها 133 شخصا جنوبي الصين. والآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة. بذلك انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا شباب،